اللي يخلي عيل عنده 14 سنة ياخد إعدام. الموضوع ابتدى في يوم 23 مارس سنة 1944 في ولاية كارولاينا في أمريكا، لما وصل بلاغ للاسم من واحد بيقول إن بنته بيتي يونيو اللي عندها 11 سنة وصاحبتها مريم إيما التاينز 8 سنين متغيبين من 24 ساعة. فبسرعة اتحرك رجال البحث في الأماكن اللي ممكن يلاقوهم فيها، وبالصدفة ظهر جورج ستيني اللي عنده 14 سنة ومن أصول أفريقية عشان يبلغهم إنه لقى بنتين مرمين على الأرض وخلصانين على الآخر. وبعد ما توجه فريق البحث للمكان اللي قال لهم عليه اتأكدوا إن هم دول البنتين اللي بيدوروا عليهم، وبدل ما يشكروا جورج ستيني أو يكافئوه قبضوا عليه واتهموا فيهم من غير ما يحققوا مع أي شخص تاني. وفضلت القضية شغالة لمدة 3 شهور من غير ما يتأكدوا إذا كان هو الفاعل ولا لأ، ولا حتى يسألوا أي شهود. وده كان طبيعي في الفترة دي لأنهم ما كانش بياكل معاهم لون جورج واللي زيه، وده مهما كان سنه. فحكموا عليه بالصعق على الكرسي الكهربائي. وفي 16 يونيو سنة 1944 اتنفذ الحكم وراح جورج ستيني. بس الحق عمره ما يروح، لأن بعد 61 سنة وفي سنة 2005 3 محاميين بدأوا في دراسة القضية من جديد، وبعد بحث مستفيض أعلنوا براءة جورج ستيني أصغر مسجون في العالم.